اللي اكتر حاجه زعلتنا في الموضوع ده هو موقف المشايخ ورجال الدين اللي كلنا كنا مستنيين منهم كلمه حق في وش حكام العرب، لكن للاسف كلهم خذلوا الشعوب العربيه والاسلاميه باستثناء شيخ واحد بس. فلسطين ساحه جهاد وساحه قتال وساحه ضد العدو الصهيوني المغتصب. الله الله، اخيرا شيخ كسر حاجز الخوف. هو اي نعم عايش في الامارات بس فعلا كسر حاجز الخوف، عبر عننا بجد وقال اللي عجز عنه كل المشايخ. هو اي نعم حاله من حالنا ومفيش في ايده حاجه، اخره يصرخ زي الناس ويعبر عن غضبه عشان بس القضيه تفضل حيه جواه، ان شاء الله حتى في مظاهره. زين خلي الحين المظاهرات، لا بسألك، طلعت مظاهره رجعتوا لنا الاقصى؟ يا اخي ما رجعنا الاقصى، بس عم نعبر عن شيء داخلنا نحن. زين عبر عن داخلك، اسجد قول يا رب اللهم اعز الاسلام والمسلمين. امين. ايه ده انت مين؟ مش ده بتاع ساحه الجهاد فلسطين ولا انت مين؟ يعني لما اسرائيل تاخد فلسطين نقول اللهم اعز الاسلام والمسلمين؟ طب يا جماعه لو جه بلطجي وخد بيتك سيب له البيت بس ما تسكتلوش، اعمل خيمه قدام البيت على طول على الرصيف، على الرصيف كده واهري بقى اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، بس ما تنساش تتغطى بالليل عشان بتسقع على الرصيف. في ايه؟ هو احنا مش عندنا تحالف عربي بطياراته وصواريخه بيضرب الحوثيين في اليمن؟ هو عندنا تحالف هو قوي، طب ما يضرب اي حاجه كده على اسرائيل، صاروخ اي حاجه على الاقل يهددها عشان تبقى القدس عربيه. يا شيخ انا ارى والله اعلم ان ما تفعله عاصفه الحزم هذه الايام ليس مصلحه لليمنيين والاسلام بشكل عام، وانما هي مصلحه خوفا على نفسها. وإذا لماذا لم ترسل صاروخا واحدا إلى إسرائيل؟ أو لماذا لم ترسل صاروخا واحدا إلى سوريا؟ أنا أقول لك إذا انتهينا من إيران وشر إيران ومن وراء إيران تنتهي إسرائيل، فإسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة، فإن ضربنا إيران كان نضرب إسرائيل. ارتحت الآن؟ نعم. ارتحت الآن؟ ارتحت يا أختي؟ طب بقول لك يا شيخ ما تضرب إسرائيل وكأنك بتضرب إيران. ارتحت الآن؟ طب ترتاحي لو قلت لك إن التحالف العربي أصلا ما بيضربش إيران؟ لا خلاص بقى. ارتحتي؟ انا عارف انك مش هترتاحي غير لما تدخلينا في حرب مع اسرائيل، بس يا جماعه الشيخ فعلا مفيش في ايده حاجه، الراجل لا هو حاكم ولا ولي امر عشان ياخد قرار زي ده. عارفين هو لو كده لو حاكم ولا ولي امر كان خد الجيوش العربيه والاسلاميه والدبابات والطيارات وراح حرر فلسطين، مش كده يا شيخ؟ انت كولي امر يعني انا اقول لك كشيخ هل تعلن الجهاد في فلسطين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استيقظ من منامك بارك الله فيك وشكرا. لا حول ولا قوه. استيقظ من منامك اخي الكريم. لا الحمد لله انه سالوا عن فلسطين مش اليمن، وهنجيب ازاي اسد في الاستوديو؟ ازاي؟ لكن فلسطين سهل الموضوع ان شاء الله، يعني التحالف اسد في اليمن لكن في فلسطين يا اختي انت حربي فلسطين، انت حرري القدس. ده اللي خلى امريكا تتجرأ على القرار ده وانها تاخد قرار زي ده في الوقت ده. ليه؟ لانها مش بس شايفانا ارانب، لا دي كمان راهنت على خنوع الحكام